رجعلكوا تاني بقصة جميلة جدا زي ما عودتكوا ببنت جميلة حماتها عايرتها بوزنها الزايد واللي ما كانتش عارفة تخلف بسببه، فقررت انها تكمل حلمها في عالم الازياء والموضة وتقف قدامهم كلهم. يلا من غير حرق وتفاصيل كتير هاتوا لايك والسبسكرايب ويلا ورايا على طول. احداث القصة بتبدأ عند دكتور نسا وبنشوف بنت اسمها موني واللي كانت رايحة تكشف مع جوزها وحماتها. واضح جدا ان حماتها كانت متضايقة جدا منها وخصوصا من وزنها 95 كيلو، والدكتور بيأكد لها ان سبب عدم الخلفة هي التكيسات واللي مسببة لها الوزن الزايد، وكمان بينصحها انها لازم تخس علشان صحتها وخصوصا ان عندها 28 سنة بس. وبعدها بيخرجوا من عند الدكتور وبيروحوا علشان يركبوا توك توك ويروحوا بيه، وهنا موني مش بتعرف تركب جنبهم لان طبعا المكان ضيق عليها جدا، وسواق التوك توك كمان بيتنمر عليها وده خلاها طبعا تحس بالاحراج وما رضيتش يعني تركب معاهم بحجة انها عاوزة تعدي تزور واحدة صاحبتها. اما جوزها فرح يوصل والدته وبعدها بيروح على شغله في محل بيع ملابس، وهناك بتكون في مشكلة مع زبون وزنه زايد والتيشيرت اللي مشتريه مش مقاسه، وهنا المدير بيطلب من الموظف انه يتدخل ويحل المشكلة دي، وفعلا بيروح للزبون وبيتفاهم معاه انه هيجيب له مقاسه بعد 10 ايام وكتب له فاتورة بالفلوس بتاعته، والزبون بيمشي وهو راضي عن الخدمة. اما حمات موني فكانت مستاءة قوي انها بتعمل كل حاجة في البيت لوحدها، وهي بتروق بتشوف الهدوم اللي موني مفصلاهم وبيعجبوها جدا لكنها رافضة تعترف بفنها وابداعها. وفي الوقت ده موني بتكون عند زبونة بتودلها الهدوم اللي مفصلاهم ليها، والست مبسوطة جدا من ذوقها وبتكون جايبة هدية لبنتها علشان تفوقها في الدراسة. اما الست فمنبهرة جدا بأزياء موني وخصوصا انها بتعتمد في تفصيلها على الاوفر سايز علشان يناسب اللي وزنهم زايد ودول اللي الازياء ما بتهتمش بيهم. وبعد ما بتسلمها اللبس وبتاخد حسابها وهي ماشية بنت الست بتسألها عن رأيها فيها وخصوصا انها تخنت قوي، وموني بقى في الوقت ده بتديها يعني ثقة في نفسها وانها قمر كده وبتسيبها وبتمشي. وفي نفس الوقت ده بنشوف عامل ديليفري عجلته عطلانة على الطريق ومش عارف يوصل الطرد اللي معاه، وكمان بيساعده مجموعة من الشباب لحد ما بيوصل لبيت البلوجر بيكي، ودي بقى بتعمل فيديوهات على مواقع التواصل وبتساعد الناس على انهم يوصلوا للوزن المثالي. وبيرن الجرس عامل الدليفري وبيقطع عليها التسجيل وده بيعصبها جدا لانه كده بوظ لها الفيديو بتاعها، وصوت والدتها كمان اللي بتفضل تنادي عليها علشان تشوف الباب، ولما بيكي بتفتح لها الباب بتعرف انه غلطان في العنوان وانه يقصد البيت اللي قصدهم، واللخبطة دي حصلت بسبب اللوحة اللي على البيت وان رقم 9 وقع وبقى رقم 6، وبتعدل بيك الرقم وبتعرفه انه غلطان. اما عامل الدليفري فبيروح على البيت اللي قصدهم علشان يعني يسلمهم الطرد بتاعهم، وبيفتح له الباب ولد صغير وبيستلم منه الطرد، وبنعرف في الوقت ده ان الولد يبقى اخو بشوى جوز موني والمساعد بتاعها، وبيودي الطرد الموني وبيكون عبارة عن قماش كتير لتصميماتها اللي جاية، وبتعجب جدا بألوان القماش اللي وصل لها وخامته كمان، وبتفضل ترميه لفوق وبتستمتع بجماله هي والمساعد بتاعها وشكلها كده هتطلع منه إبداعات. وفي الوقت ده بيجي جوزها وخرج له أخوه الصغير وكان جايب له معاه هدوم جديدة، والولد كان مبسوط جدا وبيقيسهم، لا ده كمان جايب ساري جديد لوالدته، وطبعا مش هينسى مراته اللي بيحبها وكمان بيساندها طول الوقت، وبيكون جايب لها ساري وبيخليها تطير من الفرحة من جماله. أما هو فما جابش حاجة لنفسه وشكله كده ظروفه ما سمحتلوش يجيب، وبيعرف إن موني جالها طرد فيه قماش جديد، وده طبعا لأنه عنده سرعة بديهة وشاف أخوه الصغير ماسك مشمع بيطرقع فيه، وأخوه كان معجب قوي بتفكيره وسماه شارلوك هولمز. وبعدها موني حضرت لهم العشاء وجوزها سألها عن القماش اللي جابته وناوية تعمل بيه ايه، وموني عرفته انها هتفصل منه بلوزات شيك جدا وجميلة وكمان مختلفة للستات اللي عندهم وزن زايد. اما حماتها فشايفة انها بتفصل بلوزات برباط، ومع انها كانت معجبة بها جدا لكنها دايما قرشة ملحتها وبتقول لها انها ما ينفعش تعمل مشروع وجوزها كده مش معاه فلوس وهي مخلصة فلوسه على شراء القماش وبس، ويا ريتها لو تركز شوية انها تخلف لهم حتة عيل احسن يختم المشاريع والتجارة دي كلها. وطبعا الكلام ده ضايقها جدا وخلاها يا عيني ما تنطقش بولا كلمة، حتى جوزها كان مش عاجبه الكلام لكنه سكت لأنها والدته ومش هيقدر يقف قصادها خالص. لكن موني بذكائها بتاخد حقها وبتقول لها إن اللي وزنها زايد بتعمل ريجيم وبتخس
إنما مش هينفع تشتري بلوزة علشان تخسسها، وعشان كده من حقهم يلاقوا بلوزات حلوة وكمان مخصصة ليهم لو مش هيقدروا ينزلوا وزنهم ده. والحقيقة بقى إن الكلام المترتب الذكي ده بتاع موني أحرج حماتها جدا، وطبعا لما ما عرفتش ترد عليه زعقت لها، وموني بكل هدوء دخلت على أوضتها. وفي الوقت ده جوزها كان سامع كل حاجة وبيعتذر لها على أسلوب والدته الشديد معاها، لكنها بتحس كده إن عندها سلام داخلي، وبتعرفه إنها مش مهتمة بأي كلام يعكنن عليها، وإنها كمان مدية اهتمامها كله لعيلتها ولتصميماتها الجديدة، لأنها نفسها تكون مصممة أزياء كبيرة جدا ومشهورة. وهنا جوزها حس بالذنب ناحيتها لأنه لما اتجوزها ما خلاهاش تكمل كورس الخياطة اللي هي كانت واخداه، لكن موني بتهزر معاه وبتقول له إن ده من حظ المصممين، لأنها لو كملت الكورس كانت قعدتهم كلهم في بيوتهم، وبتعرفوا إنها مش مستسلمة وإنها بتتعلم وهي شغالة ومبسوطة بكده، لأن الخياطة والتطريز بيخلوا عندها صبر وطولة بال. والحقيقة كمان إن كلام موني وتصرفاتها بيخلوا جوزها يحبها كل يوم أكتر، لكنه بيتضايق منها لما بتطلب منه يطفي النور وهو قاعد معاها، ومش متخيل ازاي لحد دلوقتي بتتكسف من جسمها ووزنها الزايد قدامه. بس تقريبا كده موني من جواها مش راضية عن نفسها. وتاني يوم الصبح بنشوف موني وهي عاملة اختبار حمل، لكن للأسف بتطلع مش حامل وبتكون متضايقة جدا، لكن جوزها بيحضنها وبيطمنها انه مش زعلان وان عاوزها هي وبس، لكنها مش ناسية موضوع الحمل ده وبيكون باين عليها الحزن جدا. وعشان كده جوزها بيحاول يساعدها، مرة بالهدايا ومرة بلعبة مهرجان التلوين، وبيلون لها وشها بالألوان. وبنشوفه بيساعدها في الاهتمام بلبسها وشكلها، وانه كمان مش مهتم بأي تكتلات في جسمها حتى لما بتكون مريضة، بيحاول انه يخفف عنها الآلام وبيحضنها ويعالجها لحد ما تخف. وبرضه مع كل ده مش بيخبي حبه ليها قدام الكل، ومعيشها أحلى أيام حياتها في حب ورومانسية، ويا عيني وكأنها أجمل ست في العالم، ومش فارق معاه أي كلام من أي حد. وبالرغم من تنمر والدته على وزنها الزايد إلا إنه بيسيبها تاكل براحتها وبيديلها من أكله كمان، لا ومهتم بشغلها كمان وبيساعدها فيه بكل حب، وكأنها قصة خرافية مش موجودة على أرض الواقع. وفي الوقت ده بنشوف موني بتحضر لجوزها اللحمة اللي هو بيحبها، وبيدخل هو الحمام على ما تخلص. أما والدته فكانت بتلبس ابنها الصغير غوغول هدومه، واللي بيغيرها كل 3 شهور بسبب وزنه الزايد، وبيخلوا الهدوم تصغر عليه بسرعة. وفي الوقت ده بتدخل بيكي جارتهم وبتطلب منهم بيضتين سلف، لأنها عاملة رجيم قاسي جدا علشان تحافظ بيه على جسمها، ومش بتاكل غير بياض 4 بيضات وبس. وهنا غوغول بيحرجها وبيسألها انت بتودي السفر فين، وكلمته دي بسطت موني جدا، وخصوصا ان بيكي بتتنمر على وزنها. وفي الوقت ده بقى بيخرج جوز موني من الحمام، وبيكي لما بتشوفه بتبصله بصات كلها إعجاب، وبتقوله سبحان الله عيلتك كلها أوزانهم كبيرة ما عدا انت وزنك مثالي جدا. وهنا بتتدخل موني بأسلوبها المميز وبتقول لها احنا ممكن نبقى وزننا زايد لكننا يعني مش في شلة وعايشين كده حياة كويسة وسعيدة، وده بيخلي بيكي تتضايق جدا وبتاخد منها البيض وبتمشي بسرعة. وهنا بيشاو بيعرفهم ان في ركود اقتصادي كبير في البلد كلها، وللأسف المحل اللي شغال فيه متأثر جدا بالركود ده، وعشان كده هيقللوا المرتبات شوية وممكن كمان يستغنوا عن بعض العمال، وده بيخليهم يتصدموا من الأزمة المالية اللي داخلة عليهم. ووالدته بتسأله ممكن يخفضوا لك مرتبك لحد كام يعني، لكنه بيكون مش عارف لسه هما ناويين معاه على ايه أصلا، وربنا بقى يسترها وما يكونش من اللي هيستغنوا عنهم. وبيعرفهم انهم لازم يوفروا شوية في مصروف البيت ويشتروا الضروريات وبس، وهو يحاول يدبر لهم فلوس تانية علشان ما يأثرش في المصاريف، وخصوصا ان البيت قديم ومحتاج صيانة كتيرة جدا. لكن موني بكل طيبة خاطر بتعرفوا ان المبلغ اللي بيديهولهم كويس وهي تقدر تظبط بيه امور البيت كلها، بس هو ما يزعلش نفسه كده ولا يقلق من اي حاجة، وبيطمن والدته بانهم في امان وانه هيتصرف. وفي الوقت ده غوغول بيجري من غير ما حد يعرف ماله وبيجيب لهم حصلته، وبيعرفهم كمان انها مليانة فلوس وهتنفعهم اكيد. وتاني يوم بنشوف موني وهي بتاخد مقاسات زباينها واللي كلهم بيعانوا من مشكلة الوزن الزايد، وواحدة منهم بتطلب من موني انها تشترك في قناة
الطبخ بتاعتها واللي على اليوتيوب وبتوريها لها. وهنا موني بتستغرب جدا من الست دي إنها بتعمل فيديوهات على النت وعاملة قناة وعندها متابعين من غير ما تظهر نفسها، يدوب إيديها وبس. والست بتعرفها إنها بتعمل كده بسبب كسوفها من شكلها ووزنها الزايد، وبتكون متأكدة إنها لو ظهرت بشكلها هتخسر متابعينها، واللي هيتخيلوا إنها مريضة سكر وكوليسترول وأمراض قلب بسبب السمنة اللي عندها دي. لكن موني بتعرفها إن الموضوع سهل، وإن كل زباينها التخان أمارات أصلاً، وكمان صحتهم كويسة وما عندهمش أي أمراض، هما بس يدوب حبة رياضة وتظبيط في الأكل وهيبقوا أمارات قوي. والست اليوتيوبر بتعرفها إن الست السمينة بتبقى ما عندهاش ثقة في نفسها خالص، علشان كده هي مش معرفة جوزها إن عندها قناة يوتيوب، وإنها مش واثقة في نفسها علشان كده مش بتطلع بوشها، لكنها مستنية الفرصة لما القناة تكبر قوي وتتشهر، هي ناوية ساعتها تعرفه علشان يشوف نجاحها. أما الست التانية فبتحكي لهم إنها بتبيع كل أنواع مستحضرات التجميل لحد ما بقت شاطرة جدا في الموضوع ده، وبقى عندها زباين كتير وبتكسب كمان كويس قوي. وبالرغم من كل ده الكل بيبصلي على إني سمينة وإن شكلي وحش، وبيبصوا لجسمي من غير ما يبصوا لنجاحي. أما التالتة بقى فادي ما بتعملش حاجة خالص غير شغل البيت، ومش فالحة غير في الأكل وبس، ونفسها تبقى زيهم بس بتلعب رياضة ركوب العجل. والحقيقة بقى إن هما التلاتة مش مبطلين أكل من أول القعدة، وبيكونوا جايبين لموني مجلة أزياء هدية علشان تشوف الأزياء الجديدة وتنفذها، وبيطلبوا منها تصاميم زي اللي في المجلة بالظبط. وبعد ما بيمشوا موني بتروح تساعد حماتها في تحضير الأكل، وحماتها بتعرفها إنهم لازم يزوروا حد قريب، وطبعا ياخدوا له معاهم هدية قيمة. وللأسف ابنها ظروفه بقت وحشة اليومين دول، لكن موني كانت بصلها بطريقة غريبة وعايشة في عالم تاني خالص. ولما حماتها سألتها مالها عرفتها إنها بس نفسها تفصل لها بلوزة بالياقة لأنها هتليق فيها جدا، بس حماتها كالعادة بتكسر مقادفها وبتقول لها تفكر في الهدية اللي عاوزين يجيبوها الأول. بس برضه موني مش هتسيبها غير لما تلبسها من تصاميمها. أما غوغول فكان في الأوضة وبيذاكر مع أخوه لأنه مفيش دروس خصوصية في ظل الأزمة المادية اللي هم عايشين فيها دي، وبيشاو بيعرفوا إنه لازم يشتغل على نفسه وكمان يترجم نصوص كتيرة جدا علشان يتعود على الترجمة ويبقى كويس فيها. وبعدها بنشوف غور راح مع على السوبر ماركت علشان يشتروا شوية طلبات، وهناك شافت بيكي البلوجر جارتهم وطلبت منها تعرفها هي ازاي محافظة على وزنها كده. وبيكي بتعرفها ان ده نظام غذائي قاسي جدا بيعتمد على السوائل وأعشاب الكينوا. وهنا الست بتقف مع نفسها وبتفكر في التغيير. وبالليل النور بيكون مقطوع وموني قاعدة على الكشاف بتقرا في مجلات الموضة، وفي الوقت ده بيجي جوزها وبيعرفها انه فخور بيها جدا وانها في يوم من الايام هتكون مصممة أزياء مشهورة جدا، لكنها بتحكي له عن عارضات الأزياء وعن المبالغ اللي بياخدوها في العروض زيها زي لعبة الكورة والممثلين بالظبط. بس جوزها بيحتويها وبيعرفها انها مؤثرة زيها زيهم وما تقلش عنهم حاجة. وبتحكي لجوزها عن صاحبتها اللي بتبيع مستحضرات التجميل وازاي جوزها مش بيشجعها زي ما هو بيعمل معاها كده بالظبط، وعشان كده بتحبه وبتحب تشجيعه ليها. وفي الوقت ده بيعرض عليها انها زي ما بتخيط الهدوم تخيط مشاكل صاحبتها وتجمل لهم حياتهم. وتاني يوم الصبح صحيت موني من النوم وكلها نشاط وطاقات إيجابية بسبب معاملة جوزها ليها، وكتبت خواطر جميلة جدا وشكلها كده ناوية تغير كل حياتها. وكتبت كمان عن الجمال وان السمنة عمرها ما كانت مقبرة الجمال، بس اهم حاجة اننا نفهم شكل جسمنا كويس ونعرف ايه القصات والالوان اللي تليق علينا، ومش علشان وزننا زايد نبقى وحشين وجسمنا بالظبط زي بيوتنا مش متشابهة، لكننا بنجملها ونزينها. وبدأت تخيط فساتينها بكل أريحية وحب، وكانت بتخلي القماش يطير علشان يلحقها في السماء وهي طايرة يا عيني من الفرحة. وحتى صاحبتها كانوا سعداء جدا وبيحاولوا كمان يبقوا زيها. وتاني يوم بقى كملت سعادتها لما غوغول أخو جوزها جالها يجري وفي إيد المذكرات اللي كتبتها عن التخان. في الأول زعلت منه جدا وزعقت له إنه انتهك خصوصيتها، لكنه عرفها إنه ترجم كتاباتها دي للغة الإنجليزية وكمان نشرها على الانستجرام. ومن لحظتها وزاد عدد متابعينها جدا ولسه بيزيد، وده بسبب تشجيعها للستات اللي وزنهم زايد وعن دعمها ليهم. وفتح لها التليفون علشان يوري لها الاكاونت، وشافت تفاعل الناس مع اللي كتبته وانهم طالبين يشوفوا صورة ليها وعاوزين منشورات اكتر، لكنها
بترفض تتصور لأنهم هيحرجوها ويقولوا عليها إنها تخينة، لكن غوغول بيعرفها إنها بقت مشهورة جدا والكل بيحبها ومش هيقولوا عليها كده أبدا. وعشان كده راحت لصاحبتها اللي بتبيع مستحضرات التجميل علشان تساعدها إنها تتصور صورة حلوة للإنستجرام، لكنها بترفض لأنها بعدت عن الشغل ده كله. وفي الوقت ده بنتها بتاخد موني وبتوري لها وش والدتها اللي بتكون فيه كدمات، وبرضه أوضة المكياج كلها متكسرة وواقعة على الأرض. هنا بقى بتعرف إن جوزها هو اللي عمل فيها كده، وموني بتمشي وهي متضايقة جدا علشانها. وفي الوقت ده بيشاو بيكون قاعد في الشغل بيتغدى وبيتكلموا في الأزمة اللي بيمر بيها المحل، وكمان عن المرتبات اللي ناويين ينزلوها، والكل متضايق من الأحداث. أما في البيت فموني بتحاول تلبس هدوم شيك تبينها أقل من وزنها علشان صور الإنستجرام، وغوغول شريكها واقف لها على الباب مستنيها علشان يصورها. وفي نفس الوقت ده حمات موني بتصلي هي وزميلتها وعاملين أكل، لكن حمات موني بترفض تاكل وبتتحجج إن معدتها وجعها ومش هتشرب غير عصاير وبس. لكن غوغول بيقول لهم إنها عاملة رجيم زي بيكي، والستات بيسألوها عن مرات ابنها وبيعرفوها قد إيه هي موهوبة وجميلة وكمان تفصيلها رائع جدا. وفي الوقت ده موني بتكون خلاص تعبت ومش قادرة تلبس هدوم ضيقة ويعني مش لاقية حاجات مقاسها. أما الستات اللي في الصلاة فواحدة منهم بتطلب إنهم يجمعوا من كل واحدة 500 روبية، وطبعا أم بشوى مش عارفة هتجيبهم منين. وفي الوقت ده غوغول زهق من انتظار موني ويقرر إنه يفتح عليها باب الأوضة وتفاجئ من جمالها، وكانت لابسة هدوم أوفر سايز علشان تثبت لنا إن اللبس الأوفر سايز مش وحش ولا حاجة، بالعكس ده لو وظفناه كويس هيطلع أحلى علينا من اللبس الضيق. وصورها غوغول ونزل الصورة على الانستجرام. وتاني يوم بنشوف موني وجوزها بيكونوا فريق علشان مشروعها الجديد كبر، وطبعا جابوا بيكي علشان تقدم عرض الأزياء. وبيكي بتتنمر على موني وصحباتها بسبب يا عيني وزنهم الزيادة وإنهم بيعانوا من السمنة. وطبعا بشوي كان لازم يدعم مراته وبيقول إن التخان عادي ممكن يعملوا عرض أزياء. وهنا بيكي طلبت من موني إنها تمثل إزاي تقدم عرض الأزياء ده، وطبعا العرض مش هيحلى غير لما تلبسها جزمة بكعب عالي. وفعلا موني بتلبس الجزمة وبتمشي بها خطوتين وبتقع، وبيكي بتطلب منها ترجع من أول الخط، ولما موني بترجع برضه بتقع بعد خطوتين. وموني بتكرر الحركة دي مرة واتنين وتلاتة وبرضه نفس اللي بيحصل كل مرة، بس المرة دي رجليها بتتلوي وبتقع على الأرض، وجوزها يا عيني بيقوم يجري عليها ويقومها. وبيكي بتقوله أتمنى تكوني اقتنعت إن السمينة ما ينفعش تعمل عرض أزياء خالص. وبعدها بنشوف بشوي في السوق وبيشتري سمك، والأسعار بتكون غالية جدا وظروفه اليومين دول مش أحسن حاجة. وزميله بيقوله إن لازم يأكل مراته بروتين لأنها وقعت النهاردة في الاجتماع. أما موني فبتكون في التوك توك هي وغوغول وبيعرفها إن في عارضة أزياء كبيرة عاملة مشاركة لصورتها، وبتقول عنها إنها قدرت تغير فكرة الناس عن لبس الناس اللي وزنهم زايد، وده خلى الصفحة انتشرت جدا والتعليقات كمان بتزيد وبيطالبوها بعمل عرض للأزياء وبيطلقوا اسم فتافاتي، وده بيبسطها قوي. وبتجري على البيت علشان تعرف جوزها، لكن لما بتوصل البيت بتلاقي حالة حزن رهيبة جدا وبشوي والدته قاعدين متضايقين. وموني بتسأل عن اللي حصل ايه، فجوزها بيوري لها التليفون وبتعرف ان المحل اللي شغال فيه خلاص قفل. وتاني يوم بتكون قاعدة مع صاحبتها وبتعرفهم ان جوزها خلاص ساب شغله وانها مش هتقدر تكفي مصاريف البيت. وبيشوفوا بيكا وبتكون منزلة صورة موني على الفيسبوك وهي بتقع وبتتنمر عليها، وعشان كده بيتفقوا انهم يكونوا عصابة ويقفوا ضد اي حد يتنمر على اللي وزنهم زايد ويسموا نفسهم عصابة السمان. اما جوزها بقى فظروفه كل يوم بتسوء عن اليوم اللي قبله، ولما راح يشتري السمك من السوق ما كانش يا عيني قادر يدفع ثمنه، وقابل واحد صاحبه وقال له يشتغل مع مراته طالما مش لاقي شغل، لكن بشوي ما بيردش على كلامه. وبنشوف موني بقى قاعدة على الانستجرام ومتابعة المنشورات والتعليقات كويس جدا، وفجأة بتشوف ايميل لمعرض ازياء بعت لها طلب انها تقدم عرض ازياء ليهم في مقابل مبلغ مالي كبير بما انها بقت مؤثرة في عالم الموضة والازياء. اما حماتها فالستات اللي بيوصلوا معها خدوا بالهم انها حزينة، ولما عرفوا انها في ضيقة مادية رجعوا لها ال 500 روبية وطلبوا منها تخلي موني تفصل لهم هدومهم عشان تساعد في المصاريف. وفي الوقت ده موني كانت بتعمل شي لجوزها وكانت يا عيني مبسوطة قوي باسم فتافاتي اللي اطلقوا عليها، لكن للاسف يا عيني فرحتها ما بتكملش. ولما بتدخل لجوزها الأوضة بتتخانق معاه لأنها مستقلية بيه وبتحط له فلوس في محفظته من وراه، لكنها ما تقصدش حاجة،
هي بس تقصد إنها تساعده. وبعد ما بيجي الليل بشوى مش بيلاقي مراته وأمه موجودين في البيت، وبيعرف إن صاحبتها اللي بتبيع مستحضرات التجميل بنتها كانت مريضة، وهم عندها منى بتعرف إن السبب في مرضها هو إنها عملت رجيم قاسي جدا علشان تخس. وهنا حماة منى افتكرت إنها عاملة نفس الرجيم وخافت تحصل لها حاجة، علشان كده سابت منى بايتة معاهم ومشيت. وبالليل بقى ومنى والبنت نايمين صحيت على صوت صاحبتها وجوزها بيتخانق معاها، ويا عيني بيعايرها إنها عاملة زي الفيل وإنها السبب في اللي بيحصل لبنتهم ده. وهنا البنت بتخرج لهم وبتتخانق مع والدها وبتعرفه إنها عارفة هو بيشتغل إيه. وهنا بيرمي كوباية العصير في وش بنته، وبعدها بيفضل يضرب في أمها لحد ما منى بتصوره فيديو بتهدده إنها هتبلغ عنه الشرطة، وده بيخليه يسيبها. وبتمشي منى من عندهم وهي حزينة جدا على حال صاحبتها. وفي المعبد حماتها بتقدم قميص كاهن من تفصيل منى، وبعد ما بتروح بيتصل بها الكاهن وبيبدي مدى إعجابه بالقميص اللي ادته له هدية، وعشان كده عاوز يقدم لهم خدمة. وبيعرفها إن في محل ملابس طالب موظف شاطر، وبما إن ابنها عنده خبرة في الملابس يتصل عليه وهو هيوصي عليه. والست بتفرح جدا، وده لأن ابنها بقاله فترة كبيرة عاطل. أما ابنها فبيكون متضايق لأن الوظيفة في مدينة تانية بعيدة، وبرضه مش حابب إنه يشتغل بالواسطة، وفي نفس الوقت زهق من قلة الشغل ومش حابب يكون على مراته. ومراته طبعا مش عاجبها كلامه ومركزة في إنها تاخد مقاساته علشان تفصل له قميص جديد للوظيفة. وتاني يوم الصبح مع سفر بشوي للوظيفة الجديدة، وبيكون بيلم هدومه ومراته بتجيب له القمصان الجداد اللي فصلتهم له، وباين عليها الحزن على فراق حبيبها. ولما بيخرج علشان يمشي وبيودع أمه وأخوه بالدموع، أما منى فهتوصله لحد الأتوبيس. وطول الطريق وهي حزينة على حبيب عمرها اللي سايبها وماشي، وهتعيش ازاي من غيره، وازاي هتكمل وهي مش قادرة حتى تلمس ايده. ولما خلاص بقى وصلوا لحد الأتوبيس وشافت حلم حياتها قدامها وبيفارقها، حست بالخيبة وقد ايه لقمة العيش حاجة صعبة جدا، وحرمتها من جوزها وحب حياتها وحسسها بالوحدة وعدم الأمان. ولما وصلت البيت وجوزها ما كانش موجود، حضنت هدومه وهي بتعيط ومش قادرة يعيني على البعد ده. والحقيقة بقى ان جوزها كمان مش أقل منها في الحزن وفقدانه لحبيبته ومراته. ولسوء الحظ في الوقت ده الأتوبيس بيعطل وبيقف بيهم في نص الطريق، ولسه قدامه حوالي يوم علشان يتصلح. ونزلوا الناس كلها من الأتوبيس، ولما نزل بشوي شاف أتوبيس تاني عطلان ونزلت منه بيكا وكانت بتتخانق كمان مع السواق. وبشوى نزلها وعرفها انهم هيسافروا مع بعض خلاص. وفي الوقت ده والدة بشوى بتكون عند السوبر ماركت، وبعد ما خلصت واخدت حاجتها وهي مروحة مع غغول وقعت على الأرض وأغمى عليها. ولما جابوا لها الدكتور عرفهم انها جالها هبوط بسبب قلة الأكل، لأنها عاملة رجيم قاسي جدا، وده أدى لانخفاض في ضغط الدم. ولو استمر ضغطها كده ممكن يعمل لها مشاكل كتيرة تانية، وقتها هتحتاج تتنقل على المستشفى، ولازم يجيبوا لها ممرضة ترعاها لمدة 20 يوم لأنهم مش هيعرفوا يهتموا بيها. وغغول بيعرف منى إنه كان عارف، وبتزعقله علشان ما قالهاش على حاجة زي دي، لكنه بيعرفها إن ده سر وما ينفعش يقوله لحد، زي ما هو ما قالش لحد على سر فاتي. وفي الوقت ده منى بتفتح الانستجرام وبيجوا قدامها فيديو البيكا وهي بتتكلم عن رجيم الصيام المتقطع، وبتتضايق منى منها لأنها كانت السبب في اللي حصل لحماتها وكانت هتموت الولية. وبعدها بتشوف رسالة جديدة جاية لها من فاشونيستا، ومنى بتطلب من غغول إنه يرد عليها، وأهم حاجة ما يعرفهاش هويتها الحقيقية زي ما متفقين إن اسمها فاتي. وعرفته كمان إنهم لازم يخبوا عن جوزها حالة والدته، وده علشان ما يقلقوهوش وهو بعيد عنهم. وفي الوقت ده وأخيرا بيوصل بشوي للمحل اللي هيشتغل فيه، والموظف ساعتها بيفرجوا على المكان كويس وبيعرفوا انه مكون من كذا دور، وكل دور مخصص لفئة معينة. وخدوا بقى علشان يعرفوا على المدير بتاعه الجديد، لكنه للأسف طلع نفس المدير القديم وشكلها كده باينة من أولها. أما بقى منى وشريكها غغول، أو تقدروا تقولوا انه بقى خلاص مدير أعمالها، فخلاص قرروا انهم يغذوا السوشيال ميديا ويشتروا معدات تصوير ويصوروا منى صور كتيرة علشان تنفعهم للإنستجرام. وخلاص بقى فتافات الجديدة ما بقتش تشبه لموني خالص، لا في الشكل ولا في الطباع ولا حتى في ستايل اللبس بتاعها. أما حماتها فحالتها لسه سيئة، والممرضة هي اللي مهتمة بيها، وده وسع الطريق لفاتي السمينة الساحرة علشان تنطلق في عالم الشهرة. وسر شهرتها إنها لحد دلوقتي محدش يعرف هويتها الحقيقية، حتى وشها مش بيظهر على الكاميرا، ودايما حاطة حاجة على وشها ومش بتبين غير عينيها وبس.
وحسابها كل لحظة بيزيد عدد متابعينه وبتزداد شهرتها أكتر وأكتر. أما حماتها فبتبدأ تتحسن شوية، وده برضه مش بيعطلها عن سيشن التصوير ولا متابعة الحساب. وفي اليوم ده اتصل بشوى بيهم، وكان بيكلم غغول مكالمة فيديو وسأله عن والدته، فموني شاورت له لكنه ما فهمش وقال له إنها بتصلي، وبشوى قال له يحط الكاميرا عليها علشان يشوفها. وهنا بقى في ورطة، علشان كده موني فضلت تشاور له إنها بتستحمى، وغغول عرفه إنها في الحمام، وراح قافل في وشه قبل ما يكمل كلامه لأنهم مخبيين عليه مرض والدته. وبعدها بقى فتافاتي خلاص بقى أشهر من النار على العالم بعد ما كانت مهمشة وبتعاني من التنمر. ومش بس كده، وكمان هتوصل لها أول دفعة من المبالغ الكتير اللي ناوية تدخلها. أما الزوج الغلبان فهو مروح من الشغل اتصل بمراته علشان يفرحها بنص المرتب اللي بعته لها، وكمان عرفها إنه عارف إن أمه مديونة، عشان كده ما سابش لنفسه غير مبلغ قليل يعيش بيه، وطلب منها تخلي بالها من أمه كويس. وهنا هيحاول يرتب أموره ويحسن ظروفه علشان يبعت لهم مبلغ أكبر. وفضل بعدها يحكي لها عن المحل اللي شغال فيه وقد إيه هو محل كبير وجميل، وبيتكون من 3 أدوار، دور للأطفال ودور للكبار وواحد تالت للستات وده أكبرهم. وهنا بقى منى بتسأله عندكم دور للستات السمينة، لكنه بيجاوبها وبيقول لها للأسف لا، وبيسألها عنها عاملة إيه من غيره وإيه أخبار جرحها في بعده. وموني بتعرفه إنها خيطت جرحها خلاص، لكن للأسف مش بتكون قادرة تمسك نفسها من كتر العياط، وبيقفل معاها السكة. وتاني يوم بقى موني بتجمع الفريق بتاعها عصابات السمينات، وطبعا بدأوا كلهم يشتغلوا معاها ويساندوها وبيعملوا لها عرض الأزياء بتاعها. أما في المحل اللي بيشتغل فيه جوزها فبيكونوا عاملين اجتماع للعاملين في المحل علشان يعرفوهم إنهم شغالين كويس والمحلات بتكسب وتمام على الآخر، وعشان كده عاوزين يقدموا عرض أزياء للكوليكشن الجديد. وهنا بيشاو بتجيله فكرة إنه يقدم لهم أزياء مراته، لكن المدير بيرفض العرض من قبل ما يسمعوا، وده طبعا لأنهم مقررين مين اللي هيعمل عرض الأزياء، وهي الأنسة فتافاتي. وبما إنها أشهر موديلز على السوشيال ميديا دلوقتي وهتنقل المحلات بتاعتهم لحتة تانية خالص، فبيوافق رئيس مجلس الإدارة عليها وبيطلب من المدير يكلمها فورا ويتفق معاها، وبيعرفوا إن العرض لو نجح هيديله ترقية كبيرة جدا وهيبقى يستاهلها. أما موني بقى لما عرفت بالعرض واللي مقدمها المحلات دي طبعا فرحت جدا، وخصوصا انها هتبقى نقلة كبيرة ليها في عالم الازياء، وكمان هيدفعوا لها مبلغ محترم. وطبعا بتدي التليفون لغغول مدير اعمالها علشان يتفق معاهم على كل حاجة. وحماتها بتسألها هتعملي ايه يا اختي مع جوزك واللي ما يعرفش اي حاجة عن المواضيع دي، فموني بتعرفها انها هتعملها له مفاجأة، وانه حتى لو اتصل بها مش لازم تعرفه حاجة عن الموضوع نهائي. وبعدها بتطلب منها تقرب منها لانها عاملة لها مفاجأة، ولما بتقرب منها موني حماتها بتكشف لها عن البلوزة بتاعتها اللي من تصميمها. والحقيقة ده بقى بيسعد موني جدا إن حماتها أخيرا أمنت بموهبتها ولبست من تصميماتها، لا وكمان حبتها وحسستها بحنيتها عليها. وفي الوقت ده تحضيرات عرض الأزياء بتكون واخدة وقت كل اللي في المحلات، وبيكا بتتصل على بشوى وبتعرفه إنها هتكون عنده وهتقف على منصة عرض الأزياء، بس عندها اعتراض واحد وهو إنها مش هتقف على المنصة مع واحدة سمينة. وده بيخلي بشوى ياخد الموضوع ده بمحمل شخصي جدا علشان عارفها بتتنمر على مراته كويس، وبيعرفها ان السمينة دي هي بطلة العرض والناس دي كلها جاية علشانها، ويا ريت لو تقدري بقى تعملي حاجة سريعة تخليكي يا اختي تتخني زيها كده علشان العرض ده الاكس موديل. وطبعا بيكا اتقصفت جبهتها وكان لازم ترد على اهانتها ليها، وعرفته ان السمينة دي لو كانت واثقة في نفسها ما كانتش يا اخويا خبت وشها كده. وبعدها بنشوف موني وهي بتركب الاتوبيس ورايحة على العرض، وبتكون وحيدة ومعها شنطتها، لكن الصحاب بيبانوا وقت الضيق، وبنشوف صاحبتها عامله لها مفاجأة ومستنياها جوه الأتوبيس، وده خلاها تتبسط جدا وتحس بالأمان بوجود ظهر وسند ليها من أكبر داعمين لموهبتها. لكن مفيش حاجة بتكمل وفريقهم ناقص عضو، لكنهم حاولوا يتبسطوا من غيرها لأن ظروفها أكيد مش مناسبة، لكنها طبعا مش هتسيبهم ولقوها جاية من طريق مختصر بالعجلة علشان ما تخليش فرحتهم ناقصة ويكملوا فريق العصابة. وفضلوا يضحكوا ويهزروا طول الطريق، وكانوا آخر انسجام بوجودهم مع بعض. أما العرض فكانوا لسه بيجهزوا، وعارضات الأزياء بيجهزوا نفسهم، وأخيرا وصلت فتافاتي هي وفريقها للعرض، ودخلوا علشان يعملوا مكياجهم قبل ما يلبسوا. وفي غرفة المكياج بيجي بشوى بما إنه من الناس اللي شغالة في المحلات، وبيسألهم إذا كان ليهم أي طلبات. وموني لما بتسمع صوته بتحط الوشها على وشها، بس ما كانتش تعرف إنه عارفها من أول لحظة دخلت فيها العرض، ما هو برضه مش هيتوه عن حبيبته. أما بره في عرض الأزياء خلاص
خلاص بدأ، وبشوى بيعرف موني إنه عارف إنها هي الأنسة فتافاتي من أول لحظة، لأنه عارف شخصيتها وأسلوبها في الكلام كويس. ومش بس كده، ده كمان عارف أخطائها الإملائية في الكتابة، وبيمسح لها دموعها علشان تخرج للعرض. وفي الوقت ده بتدخل بيك عليهم، وبمجرد ما بتشوف موني زوجة بشوى بتفضل تزعق وتتخانق، وسيدة بالوزن ده وتقدر تقف جنبها، ونادت على المدير وعرفته إنها مش هتقف جنبها. وهنا المدير قال لها إن عندها حق ما ينفعش تقف جنبها. وهنا موني اتصدمت علشان هتمشي، لكن المدير كمل كلامه وقال لأن فتافاتي موهوبة كبيرة وما ينفعش عارضة أزياء تقف جنبها. وهنا موني وصاحبتها اتبسطوا جدا. أما بشوى ففهم بيك إن عمر الجمال ما كان بالحجم ولا بالشياكة ولا كان بالوزن. وهنا بتدخل موني لأوضة الملابس علشان تلبس فستان العرض اللي بارز جمالها أكتر، لكن للأسف لما جت تلبس الكعب العالي حست إنها مش هتقدر تكمل العرض، وعشان كده قررت إنها تلبس بدون كعب عالي خالص، وطبعا مغطية وشها، وخرجت قدام الجمهور ومشيت مشية كلها انكسار وخضوع وخوف من نظرات المجتمع ليها والوزنها الزايد. وعشان كده ما حبتش تبين وشها وكأنها مستخبية ورا القناع ده من العيون. وهنا بقى افتكرت كل الناس اللي كانت بتتنمر عليها، حتى أصحابها وجوزها حسوا بالإحباط لما شافوها كده، لأنها بكده ما قدرتش توصل رسالتها بالثقة في نفسها للعالم كله. ورجعت موني من على منصة العرض علشان تلف وترجع تاني وترمي القناع وتمشي على المنصة زي أكبر عارضات الأزياء في العالم، في رسالة مهمة لكل الستات اللي في العالم إنهم مهما حصل لازم يرجعوا من جديد ويتخلوا عن مشاعر الإذلال والخضوع، ويبدأوا حياة جديدة كلها نجاح وثقة في النفس، وإنها مش عار علشان تستخبى ورا قناع وأبهرت العالم كله. ودي كانت نهاية قصتنا النهاردة، واستنوني في قصص جاية كتيرة، والسلام.